كان الحديث قبل قليل عن مواجهة المغرب والتي تحدث عنها كابتن حاتم طرابلسي بشكل مفصل أيضا عن ما حدث لمنتخب المغرب. وكلنا نعلم عماد بأن المغرب كانت في التصنيف الدولي للفيفا 95 عام 2010، ومن ثم قبل 5 أو 6 سنوات تقريبا من الآن كانت في الأربعينات. اليوم في هذه البطولة هي ما بين الخامس السادس، الخامس السادس، تصعد مرتبة تنزل مرتبة، تصعد مرتبة وتنزل أخرى. كل ذلك بالتأكيد بفضل العديد بعد الله العديد من العوامل التي ساهمت بالنسبة للمنتخب المغرب. أكاديمية محمد السادس رقم 1، رقم 2 وجود أيضا اللاعبين المغاربة أيضا المتواجدين في أوروبا، 3 رغبة وطموح اللاعب المغربي بأن يصل إلى أبعد نقطة في كرة القدم. ولما لا يحققوا بطولة كأس العالم؟ لأن عندهم كل الإمكانيات والأدوات. اليابان في فترة سابقة قالت أيضا عن طريق أحد مسؤولي رئيس الاتحاد الياباني بأن هدفنا كأس العالم. هذا الكلام كان قبل تقريبا 15 سنة، في عام 2050 هم هدفهم أن يحصلوا على كأس العالم 2050. المغرب اليوم تسير بخطى ثابتة مميزة وكبيرة أيضا. المغرب طارق حاليا مثال يحتذى به يعني على مستوى العالم، يعني في الاهتمام على مستوى المراحل السنية، في العمل الكبير اللي قاعدين نشوفه في الكرة المغربية. فالمغرب بدايتها كانت يعني كأول بروز وظهور كانت في 2022 لما وصلت الرابع. حاليا هي كانت الثامن، حاليا السادس في التصنيف على مستوى العالم. تطور كبير وملحوظ. شفنا الركراكي مع المنتخب ايش عمل من نتائج ايجابيه، وكملها المدرب محمد وهيب يعني وهبي بصراحه يعني كمل على نفس الثبات اللي قاعد نشوفه حاليا في هذه البطوله. فاعتقد هذا اكيد ان نتاج عمل كبير. اليوم ذكرت انت نقطه مهمه، هي ان اللاعبين حاليا اللي قاعدين نشوفهم حاليا هذول كلهم يلعبوا في اوروبا. فالمجموعة الكبيرة والكم الهائل من اللاعبين المغاربة في أوروبا أكيد هذا ينعكس إيجابيا على المستوى المنتخب. فهذا شيء جيد بالنسبة للكرة المغربية. هناك في خطة واضحة من قبل المسؤولين في الرياضة المغربية، في هدف. اليوم احنا وصلنا لمستوى الرابع على مستوى كأس العالم 2022، فأكيد أن الهدف أكيد هو الثبات على النتائج الإيجابية والتطور المستوى من بطولة لبطولة، من مباراة لمباراة. هذا هو الهدف الرئيسي. صحيح. أول كان وصلوا للمستوى الرابع على مستوى العالم، وأكيد أن الهدف أنهم يوصلوا أفضل من المستوى الرابع على بطولة كأس العالم. ممتاز. فأنا أشوف شيء إيجابي هذا الشيء. يستحق منتخب المغرب كل هذا الثناء والطرح، ونتمنى أيضا بأن نصل إلى نقاط بعيدة أيضا من خلال هذه البطولة. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نذكركم بالمنتخبات المتأهلة إلى دور 32 حتى هذه اللحظة، بانتظار مجموعة من المباريات التي سوف تلعب يوم غد وبعد الغد، حيث المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا والنرويج، بالإضافة إلى كولومبيا وكندا وسويسرا والبرازيل والمغرب وجنوب أفريقيا. أهلا بحضراتكم من جديد. الدول التي تستضيف نهائيات كأس العالم وهي 3، أمريكا وكندا والمكسيك. كل هذه المنتخبات قد ذهبت إلى دور 32 حتى هذه اللحظة. بما أن تيسير أيضا قد تحدث في نهاية حديثه عن منتخب المغرب اللي انتصر ب4 أهداف مقابل هدفين في هذه المباراة. المباراة كانت مثيرة وبشكل كبير جدا، والكل يشيد بمستوى منتخب المغرب حاتم من قبل بداية البطولة، من نهاية كأس العالم 2022 وحتى اليوم. هو من حق الناس أن تشيد بالمغرب لأنها تستحق حقيقة للمستوى الذي وصلت إليه. بداية المباراة أكيد أنه محمد وهبي قام ببعض التغييرات، بداية لم تكن موفقة، يعني استطاع هايتي أن يسجل هدف ثم عاد المغرب سجل أهداف حقيقة جميلة. سيباري اللي يمر معنا أعتقد أنه كلاعب أفريقي أعتقد أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات، وهذا يحسب له. كذلك أنه حكيمي الظهير الطائر اللي متألق حقيقة سجل هدف التعادل، ثم سيباري عاد الهدف الثاني وسجل 4 أهداف. لكن نتمنى أنه لا يصل كثير من المديح إلى المنتخب، إلى معسكر المنتخب، وأن يكون غالق على نفسه ولا يهتم بما يقال وما يدار حول المنتخب المغربي، لأنه لابد أن المنتخب المغربي أن لا يقع في فخ، بمعنى أنه أكيد نحن نؤمن أن المغرب قادر أن يذهب بعيدا، لكن لابد أن على اللاعبين وأكيد أن المدرب أتوقع أن يوصلوا إلى مستوى خبرة، وكذلك لاعبين على مستوى عالي وينشطون في أعلى مستوى على المستوى الدوريات الأوروبية، عندهم من الخبرة الكافية بأن يكونوا متوازنين في عملية التعامل مع كم المديح، لأنه هذا كم المديح قادر أن ينقلب في ليلة وضحاها، قادر أن ينقلب في مباراة إذا لم يصل المنتخب المغربي إلى أقل شيء إلى نصف نهائي، لأنه أصبح
الوصول الى الدور 32 وربع نهائي بالنسبه لامكانيات المغرب شيء عادي جدا. وانا ما عجبني بعد مباراه البرازيل وبعد مباراه اسكتلندا انه لا تشعر بالفرحه في المغرب. هذا مهم جدا، لا تشعر بفرحه الانتصار، لانه هذا من حصيل الحاصل انه انا انتصرت تعادلت مع البرازيل، بل بالعكس يشعرون بالحسره لماذا لم ينتصروا على البرازيل. وهذا مهم، هذه عقليه مهمه جدا. صحيح. ان تدخل في عقليتك اني اصبح انا العب مع المنتخب الكبير ند بند. هذه المنتخبات التي ودعت البطوله رسميا حتى هذه اللحظه، حيث هايتي، تركيا، تونس ايضا، ومنتخب الاردن، بالإضافة إلى بنما، قطر وتشيكيا. ودعونا نمر معكم لما حدث في المواجهة الأخرى عندما انتصر منتخب جنوب أفريقيا ب1-0 أمام كوريا الجنوبية، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل. إلا أن لعبة الكراسي بشكل كبير عماد هي من جعلت جنوب أفريقيا تتأهل 1-0 مع أداء ضعيف لجنوب أفريقيا بالبطولة بشكل عام. والله مفاجأة المجموعة طارق، يعني سجل الهدف اللي هو اللاعب ماسيكو، هدف الفوز في مباراة اليوم، لكن الفريق جنوب افريقيا هو الحلقة الأضعف فنيا في هذه البطولة، ولكن دائما تكسب العبه، يلعب باسلوب دفاعي. اعتقد ان مفاجأة كبيرة في هذه المباراة. المنتخب الكوري ظهر بشكل متواضع رغم الاسماء الموجودة المحترفة في اوروبا مثل سون وكانغ إن لي وهوانغ. هذا لاعبين لعبوا في اوروبا، المفروض تكون لهم ردة فعل، المستوى الفني يكون افضل من المستوى اللي شاهدناه في مباراة اليوم، ولكن اعتقد ان السوء تراجع كبير خاصة سون طارق. صحيح. احنا دائما ندخل في نقاشات اثناء الدوريات الاوروبيه اثناء السيزون الموسم مع حاتم طرابلسي بين المقارنه بين كرة القدم الاسيويه والافريقيه، واحنا دائما نقول انه المنجزات الاسيويه كبيره ومميزه وعندنا كرة القدم متطورة بشكل أسرع، وهو دائما يقول لا، كرة القدم الأفريقية مهما عملت آسيا إلا أن تبقى قيمة كرة القدم الأفريقية بالرغم من الشح المالي وتواضع الإمكانيات والظروف الصعبة التي تعيشها قارة أفريقيا، إلا أنها هي كرة قدم موهوبة ومميزة وهي من تتفوق على آسيا. طبعا أكيد هذا مش مثال اللي حصل اليوم، بس أكيد واضح بأن كوريا يعني كانت هي مفترض أن تتأهل، لكن جاءت جنوب أفريقيا وأخذت المقعد. أنا أتكلم بشكل عام أولا، ليست على مباراة. لما أتكلم على أفريقيا أتكلم على المواهب الموجودة في القارة بشكل عام. منجم مواهب أكيد يكفي معنا جورجيا سابقا البالون دور، نتكلم اليوم على محمد صلاح، على محرز العديد من النجوم. صحيح. اللي مروا، رابح ماجر معنا في السابق، نتكلم على نجوم كبار 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 جدا جدا في العالم. لذلك ليتو، لدروغبا، لنجوم كبار وتأثيرهم في افريقيا دائما تصدر اللاعبين. اكيد نتكلم على البنيه التحتيه، اسيا تتفوق، اسيا لديها ملاعب افضل، اسيا لديها بنيه تحتيه افضل بكثير. اليوم الفقر الموجود في افريقيا فقر يعني في العديد من البلدان فقر مدقع، وهذا ليس يمكن شيء يكون سلبي. بعض الأحيان الفقر يكون عامل من أجل أنك تعمل، من أجل التطور، من أجل أنك تنجح، وهذا ما يجعل يمكن الفرق ما بين لو أخذ ما بين لاعبين الخليج ولاعبين الأفريقيين الأفارقة مثلا. اللاعب الخليجي بشكل عام مدلل في بلده، فلا يحتاج الى الذهاب الى اوروبا. هذا واقع نتكلم هنا الانديه لا، هو نتكلم بشكل عام اليوم. انتم الاثنين مدللين بشكل عام، لانه اللاعب الخليجي لما يلعب في فريق وفي ناديه يمنح راتب عالي، ولماذا هو سيسافر الى بلد ويتحمل البرد ويتحمل راتب قليل ويتحمل العديد من النقد، من الكذا من العديد من الامور. صحيح. لذلك انا احيي سعود عبد الحميد بشكل كبير، وكنا في استديوهات وتكلمنا عليه سعود عبد الحميد، لانه ليس سهل. هو الكثير من الانديه السعوديه تريد عليه وستعطيه يمكن اموال اضعاف الذي يتقاضاها اليوم في الدوري الفرنسي. لذلك اللاعب الافريقي في حد ذاته مهيئ للسفر لاوروبا، ومهيئ لقبول التحدي وتحدي الصعاب الكثير. ولاحظ انت جورجيا لما يتكلم الى غايه الان يحترم ارسن فينجر بشكل كبير، ويقول هو اكيد بعد الله عز وجل لانه هو اللي كان سبب في تميزه. حتى لما مسك رئيس دوله اول مقام استدعى ارسن فينجر ومنحه
الوسام الجمهورية. ثم حتى لما أخذ الكرة الذهبية منحها لأرسن فينجر لأنه هو كان سبب في تألقه كذا، والعديد من اللاعبين الأفارقة الذين موائين للنجاح. لكن عودت دائما الجزئيات البسيطة تلعب، لأنه لما نتكلم على كوريا يلعب 5 مدافعين، 5 مدافعين لو نشاهد الهدف المساحات اللي كانت على الطرف الأيمن والطرف الأيسر استغلتها جنوب أفريقيا كأحسن. لكن نعم سعود بس حاتم أنا سعود للمدللين. لحظة أنا برجع لحاتم في هذه النقطة طارق، برجع لها الحين. أنت تتكلم الحين مثلا اللاعب الخليجي مدلل أو الآسيوي مثلا، خلينا نقول. لا هو قال خليجي ما قال آسيوي. لا هو قال خليجي. لا يعني قصدكم اثنين. لا احنا ما او انتم اثنين من ضمن الاثنين المدللين. لا هو من كلام حاتم هو يقصد ان لازم اللاعب. شوف في نقطة طارق، في نقطة مهمة، ان اللاعب الخليجي الحين لو لعب في المنطقة عندنا ما يتطور مستواه فنيا، ما يتطور. والدليل منتخباتنا الخليجية اللي مشاركة في كأس العالم. تبي تطور لاعبك انت الخليجي خليه يحترف في اوروبا، خليه يحتك مع الدوريات الاعلى فنيا مثلا او ويلعب مباريات كذا راح يتطور اللاعب. طيب هوغو بروس الذي قاد العديد من المنتخبات، قاد الكاميرون، جنوب افريقيا ايضا، وذهب لتدريب بعض الدوريات في بعض الدوريات زي معه مثل كلوب روج وبعض المنتخبات الاخرى، صاحب 74 عاما، تحدث عن هذه المباراة وعن حظوظ منتخب جنوب افريقيا، وقال نصا بانني لم اكن افقد الامل بشكل كبير، صحيح اننا ما قدمنا مستوى جيد في المباراتين السابقتين ولكننا لم نفقد الامل بشكل كبير. صحيح، اعتقد يستحق جنوب افريقيا، ليش مستكثرين عليه؟ يعني هو لعب فريق محلي العتب على كوريا الجنوبيه اللي يمتلك لاعبين يلعبون في اوروبا، هو لعب في امكانياته بلاعبين محليين، يعني وفق امكانياته كان يعني واقف بشكل جيد في الملعب في كل المباريات، دافع بشكل جيد عن مرمى، هذا عمل يعني داخل الملعب حتى لو ما قدم اي مستوى، هو الاهم انه يعبر من هذه المجموعة وحقق هذا الهدف. هذا في عمل مدرب، عمل اللاعبين لا يلعبون في أوروبا، تقريبا في جنوب أفريقيا قالب اللاعبين، فيحسب لهم. بالعكس العتب على كوريا الجنوبية. صحيح. اللي تضم لاعبين عندهم خبرات كبيرة، عندهم لاعبين يلعبوا في باريس سان جيرمان ولاعبين كبار. العتب على كوريا الجنوبية، ولكن كمنتخب أي منتخب يحلم أن يعبر في المجموعة له الحق. وهذا أنا أتفق مع الكابتن في جزئية ولا أتفق معه في جزئية. كنت هقول لك أنا هذه حاتم لما تكلم على موضوع الدلال. نعم. كان يضرب مثال في أفريقيا بشكل. نعم. في قارة أفريقيا، وواضح بأن أيضا لاعبين جنوب أفريقيا يطبق عليهم الكلام اللي قاله حاتم طرابلسي، بأنه لاعبين محليين يلعبون في دوريات متواضعة في ظروف أيضا صعبة. شوف ما شافوا دلال يعني. شوف أنا أتفق مع كابتن حاتم، فعلا قارة أفريقيا هي منجم للمواهب واللي صدرت لاعبين كبار في أوروبا، لأن الظروف المعيشية اللي يطلع منها اللاعب الأفريقي صعبة جدا. ممكن يحصل فرصته في أوروبا ويتطور يعني موسم عن موسم بشكل أفضل، بينما في الخليج ممكن اللاعب الخليجي الراتب العالي، فيمكن حتى اللاعب الأوروبي الآن تشوف في المملكة كل اللاعبين الأوروبيين يجون للمملكة، فالعامل المادي أكيد مهم. صحيح أي لاعب خليجي يطمح أنه يروح أوروبا، ولكن في مصاعب كبيرة جدا لما تروح في أوروبا في بداية مشوارك. ممكن هذا ينطبق على لاعب يكون مبتعث من عمر 18 سنة، تكون فرصته أكثر. وأنا أتفق مع الكابتن أن لما إذا ما تلعب في مستوى عالي أو منتخبات اللي دائما نشوف في كأس العالم كل المنتخبات الجيدة بما فيها المغرب، أيوة، لأن يلعبون في أعلى مستوى وأفضل الأندية. في السابق قبل 10 سنين ما كان المغرب بهذه الطريقة، لأن غالب اللاعبين المحليين يلعبون محليا. ويبدو لي 18 سنة كبير، المفروض يروح أقل بعد من 18 سنة. يعني شفنا لاعب المكسيك قبل شوية عمره 17 سنة سجل هدف في نهاية كأس العالم وقدم نفسه بشكل جيد. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي إن سبورت، عماد الحوسني، حاتم طرابلسي، وتيسير الجاسم. شكرا لكم. شكرا لكل من شاهدنا وتابعنا بهذا الاستديو. بإذن الله تعالى نلتقيكم باستديوهات تحليلية قادمة على قنوات بي إن سبورت. تقبلوا تحيات فريق العمل المتواجد معنا في هذه التغطية.